نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا اسطى انا جاي اسالك سؤال مهم النهارده وانا على القهوه بتفرج على لقاء النادي الاهلي وصن داونز. جه في دماغي سؤال مهم جدا، انت كاهلاوي مقتنع باداء النادي الاهلي؟ لو قلت نعم او ايوه يبقى انت فهمان والفهمان كسبان، لو قلت لا مع احترامي ليك انت ما تفهمش حاجه. ولو انت عندك قرار كلمني في الكومنتات وقول لي هل انت مقتنع بالنادي الاهلي لسبب واحد واثنين وثلاثه واربعه. تعال اشرح لي النهارده. مش عايز اتكلم في فنيات كتير لان النادي الاهلي النهارده ما لعبش بربع جنيه كوره. هتقولي دي حاجه طبيعيه وحاجه متوقعه عشان خاطر ان صن داونز فرقه كبيره، هقول لك معاك، لكن مش بالاداء الدفاعي البحت جدا النهارده. وانا قلت لك من كذا حلقه ان النادي الاهلي وكولر انا مش مقتنع بهم الفتره الاخيره. في حاجات غريبه بتحصل واقتناعات كولر اتغيرت بالنسبه لاكتر من لاعب. تعالى النهارده في سؤال عايز اساله مارسيل كولر قدام كل الناس. انت جيت وقلت ما بدفعش بموع عاشور في الماتشات عشان خاطر ما بيتمرنش كويس، وعلى كلام وائل جمعه انت مقتنع بموديست. يعني انت اقتنعت بموديست النهارده لاعب النادي الاهلي والمهاجم الوحيد اللي جماهير النادي الاهلي مستنياه بقى لها 15 سنه، لعب 29 دقيقه، جاب فيهم كام لمسه؟ لمس الكوره مره واحده. تخيل مهاجم النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بقى لها 20,000 سنه مستنيه مهاجم سوبر، النهارده مش قادر يجي، ما بيقدرش. فده بيتدرب كويس. يعني انت عايز تقنعني بكده؟ طب انت النهارده انا عايز اسال سؤال لكل جماهير النادي الاهلي واقولهم مارسيل كولر، النهارده السبب الاول في دخول الهدف في المرمى النادي الاهلي جه عن طريق كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. فانا عندي كزملكاوي في نادي الزمالك لما حارس المرمى بيغلط اكتر من مره بيتم تغييره في روتيشن في حراس المرمى. اي نعم ما تقارنش محمد الشناوي بمحمد صبحي لان المقارنه ظالمه جدا لمحمد الشناوي لانه راجل احسن من صبحي مليون مره. لكن تعالى دلوقتي فين الروتيشن في النادي الاهلي؟ فين مصطفى شوبير؟ ما بيتمش الدفع بيه ليه؟ مع ان الراجل لما نزل اكتر من مره ثبت نفسه. انت النهارده محمد الشناوي غلط هتعمل ايه؟ هتطلع تقول قدام الدين محمد الشناوي اخطا؟ مارسيل كولر ما طلعش قال كده، بل وجه اللوم كله على الحكم بقى اللي كان سيء. انا معاك هو كان سيء، لكن الاهلي ما وصلش. هتيجي تتكلم ما ليه ضربه جزاء؟ دي اخطاء وارده في كره القدم، لكن انت فين؟ ما انت خلاص الماتش خلص، ما تجيش تقول لي ضربه جزاء. ما هو الوضع مش هيتعدل، لكن انت النهارده تقدر تعدل لعيبتك اللي بقالك فتره طويله اداء سيء جدا. بمناسبه موديست والمهاجمين النادي الاهلي النهارده بص صلاح محسن عمل ايه؟ ولا كوره خطيره ولا كوره على المرمى ولا شوطه ولا اي حاجه. وبالمناسبه كمان انا اسف، بالمناسبه النادي الاهلي جاب بديل موديست. هتقول لي هو لسه الاهلي بيفكر يجيب بديل؟ اقول لك الاهلي كان مقتنع ان موديست هيقدم ماتشات كويسه مع الاهلي وهيرجع بالاداء المميز اللي ما حصلش بسبب ان الراجل، وانا قلت لك كده، ممكن ما قدرش يتاقلم على الدوري المصري، على طبيعه الدوري المصري. وفعلا ده حصل، انك تجيب لاعب عنده 34 سنه والجازف ممكن تفشل بنسبه كبيره، وده اللي حصل فعلا. فالنادي الاهلي تحرك واتكلم مع اكتر من لاعب محدش عارف اسمائهم، لكن اللاعب المرشح عن طريق مصدر موثوق منه النادي الاهلي بيحاول يخلص مع مهاجم ايفواري مواليد 2004. الاهلي مش عايز يدفع ارقام غير في بدايه الموسم الجديد، فالنادي الاهلي ممكن يتجه للتعاقد مع المهاجم الايفواري مواليد 2004 بديلا لموديست، لكن هيتم عرض اللاعب طبعا على مارسيل كولر عشان يديهم الاوكي يا بانه يخلص معاه يا اما خلاص يشوف حته ثانيه. في اكتر بقى من 50 علامه استفهام. يعني مارسيل كولر لما جه قبل كده وقال لك انا ايمن اشرف المهاجم الخامس بالنسبه لي، وقلت لك قبل كده هل ايمن اشرف مستواه مش احسن من رامي ربيعه مليون مره؟ محدش رد عليه. فالنهارده حاجه اقول لك ان احمد عبد القادر البديل الرابع، يعني هتقتنع برضه ان احمد عبد القادر اسوأ من طاهر محمد طاهر؟ دي سؤال عايز اساله الاهلاويه ويردوا عليا في الكومنتات. هل انت شايف ان عبد القادر اسوأ من طاهر محمد طاهر؟ تعالى بقى بص يا سيدي، عايز اكلمك في حاجه مهمه. طيب احنا اتكلمنا في اكتر من لعيب النادي الاهلي مش معتمد عليه او مارسيل كولر مش معتمد عليه، لكن محمد ضو كيستو فين؟ ما بتعتمدش عليه ليه؟ طب انت جبته ليه؟ فين؟ ما هو انا عايز اسال سؤال، انت جبت لاعب طب اثبت نفسه؟ لا. طب ما لعبش؟ طب هتقيمه ازاي؟ يعني لما تيجي تقيم في نهايه الموسم هتقيمه ان هو وحش ولا حلو؟ طب هتجدده ولا طلعوا اعاره؟ في 50 سؤال النادي الاهلي في اكتر من سؤال لاكتر من لعيب لازم يتم الرد عليها من خلال مارسيل كولر. في النهايه ال1-0 مش حلوه ومش وحشه، هيبقى ماتش صعب على النادي الاهلي في القاهره، مش هيزيدوا حلاوه غير وجود الجمهور اللي هيبقى دافع اكتر للاعيبه النادي الاهلي. ماتش هيبقى صعب خلال 3 ايام وهنرجع ونشوف اداء النادي الاهلي هيتحسن في الفتره دي ولا مش هيتحسن في الفتره دي. في النهايه وصلنا لنهايه اخبار حلقتنا. لو اول مره تشوفني حاجه غريبه جدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم انزل اوت الزمالكاويه، سلام.